من ساعة ما بدأت أعمل فيديوهات وده أكتر سؤال جالي ولسه بيجيلي، زيت الفتيس بيتغير إمتى؟ بيتغير ولا بيتزود؟ طب أنا ما غيرتش زيت الفتيس من ساعة ما اشتريت العربية، ينفع أغيره ولا لأ؟ أنا اشتريت العربية مستعملة ومعرفش اللي قبلي كان بيغير زيت الفتيس أصلاً ولا لأ، في الحالة دي المفروض أعمل إيه؟ أغيره ولا أسيبه لحد ما الفتيس يجيب آخره؟ وأسئلة تانية كتير عن زيت الفتيس، عشان كده قررت أعمل فيديو واحد كامل يكون فيه كل المعلومات عن تغيير زيت الفتيس، عشان يبقى مرجع لأي حد عايز يرجع له في أي حالة من الحالات اللي فاتت. كمل بقى معايا الفيديو للآخر وأنا هقول لك الخلاصة. أنا طارق صلاح وده الجراج. اول حاجه لازم نبقى متفقين عليها زي ما قلنا في كل الفيديوهات اللي فاتت، ان مفيش حاجه اسمها الزيت ما بيتغير. كل السوائل اللي في العربيه بتتغير، واي حد يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك. وخليني مثلا اقول لكم مثال، في بعض عربيات BMW التوكيل هنا في مصر كان بيقول لهم ان الزيت بتاع الفتيس لايف تايم ومش بيتغير، على الرغم من انك لو دخلت على موقع شركه ZF اللي هي الشركه المصنعه للفتيس اللي موجود في BMW هتلاقيهم كاتبين ان الموديل ده من الفتيس الزيت بتاعه بيتغير عادي، وما جابتش سيره ان الزيت بيقعد مدى الحياه ولا حاجه. وانا شخصيا عندي نظريه في الموضوع ده، اي عربيه اتصنعت بيبقى ليها عمر افتراضي معين، بعدها بتلاقيها بدا يظهر فيها اعطال خبيثه ملهاش حل، وكمان قطع غيارها في السوق بتبدا تقل تدريجيا نتيجه ان الصانع بتاعها اصلا بطل ينتجها. زي مثلا الاجهزه المنزليه دلوقتي بتروح تشتريها بتلاقي مكتوب عليها العمر الافتراضي للجهاز 7 سنوات، يعني بعد 7 سنين الوكيل اصلا مش ملزم انه يوفر لك قطع الغيار بتاعه الجهاز ده، فتضطر تمشي في الدايره الاستهلاكيه وتشتري جهاز جديد. وبما اننا بنتعامل مع العربيات كسلعه معمره مش سلعه استهلاكيه، خصوصا هنا في مصر العربيه بيعدي عليها 10 سنين موديل ويقول لك العربيه دي لسه كسر زيرو، فلما الوكيل يقول لك ان زيت الفتيس مش بيتغير هو عامل حسابه ان الزيت هيكمل معاك العمر الافتراضي للفتيس بكل امان، ويمكن اكتر كمان من العمر الافتراضي بتاعه. ولما يوصل للمرحله اللي هيبدا ينتش ويرزع فيها والزيت بتاعه يضرب هتبقى خلاص خرجت من الضمان، وهو مش ملزم انه يغيره لك على حسابه، فهتضطر تغير الفتيس بفتيس تاني جديد، وده اوفر له واحسن له من انه يكسب مكسب قليل في تغيير الزيت ومن وجع الدماغ اللي هيجيله من ورا تغيير الزيت. دي كده كانت اول نقطه، ولو ما كنتش مركز معايا فيها فالخلاصه بتقول ان اي زيت فتيس بيتغير، اوتوماتيك، CVT، DSG او حتى فتيس مانيوال الزيت برضو بتاعه بيتغير، بس اللي هيفرق بينهم هي المده اللي الزيت ده هيقدر يقعد. وده هياخدنا للنقطه الثانيه، امتى نغير زيت الفتيس؟ اولا الكلام اللي هقوله ده يحتمل الصواب والخطا، وناقشوني فيه في الكومنتات، لان انا اكيد مش حافظ كل موديلات العربيات هتغير زيت الفتيس على امتى، بس انا هقول لك المعدل، زاد او قل مش هيحصل مشكله، المهم ان انت تبقى منتظم في تغيير الزيت. اول حاجه زيت الفتيس الاوتوماتيك العادي اللي موجود في اغلب العربيات او الفتيس CVT بيتغير بمعدل من 40 ل 60 ألف كيلو على حسب نوع العربية وعلى حسب نوع الزيت اللي موجود فيها، وده في الأجواء الحارة بتاعت مصر والخليج والشرق الأوسط. يعني لو في أوروبا الزيت ده هيقعد أكتر وممكن يوصل لحد 80 و 100 ألف كيلو كمان، وده باعتبار إنك بتحط الزيت الأصلي، فلو أنت ما بتحطش الزيت الأصلي أو بتحط زيت من براند تاني فيفضل إنك تنزله قبل ميعاده ب 10,000 كيلو. وخليني أقول لك مثال في عربيتي مثلا، عربيتي نوعها سيات والتوكيل بيغير زيت الفتيس كل 50,000 كيلو، بس الزيت ممكن يقعد لحد 60,000 كيلو عادي، ولو انت هتغير نوع زيت تاني غير الزيت الاصلي بيتغير كل 40,000 كيلو، بس اهم حاجه يبقى من شركه محترمه وبنفس مواصفه زيت الفتيس الاصلي. اما الفتيس المانيوال العادي او الفتيس الدول كلاتش اللي هو بالمناسبه زي ما قلنا قبل كده هو فتيس مانيوال راكب عليه طقم دبرياج وميكاترونيك، فالزيت بتاعه بيتغير بمعدل من 100 ل 120,000 كيلو، لانه مش بيبقى عليه هلك كتير زي الزيت بتاع الفتيس الاوتوماتيك. الاستهلاك هنا بيبقى في الكلاتشات وفي طقم الدبرياج مش في الزيت. وفي تفصيله هنا صغيره احب اقولها عن الفتيس الدول كلاتش، الميكاترونيك بيبقى ليها زيت مخصوص غير الزيت بتاع التروس، والزيت ده مش بيتغير لانه مش بيبقى عليه ضغط ولا شغل اساسا، هو مجرد زيت ضاغط بيحرك الصوابع بتاعه الميكاترونيك عشان تدي الغيار، فوقت تغيير الزيت لو حبيت تغيره ممكن تغيره كنظافه مش اكتر، ومش هيكلفك خالص. وطبعا الزيوت دي ليها مده صلاحيه جوه الفتيس حتى لو ما مشيتش بيها 10 كيلو على بعض، والصلاحيه دي على حسب نوع الزيت بتتراوح من 3 ل 5 سنين. اخواتنا بقى بتوع العربيات المرفوعه بقى لها 10 سنين يا ريت ما تنسوش تغيروا زيت الفتيس كله بالفلتر. طب بالنسبه للناس اللي بتقول زيت الفتيس بيتزود ما بيتغيرش، فخليني اقول لك ان الكلام ده غلط تماما. الفتيس قطعه ميكانيكيه مقفوله على نفسها وما فيهاش احتراق داخلي زي الموتور عشان نقدر نقول ان الزيت اتحرق او نقص او البخر بتاعه عالي، فالحاله الوحيده اللي تخلي زيت الفتيس ينقص هو ان في تسريب، فساعتها اقدر اقول لك ممكن تقيس زيت الفتيس وتزوده لو هو ناقص، ده طبعا بعد ما تحل مشكله التسريب. وبالنسبه للعربيات اللي ما فيهاش مقاس لزيت الفتيس هبقى اعمل لكم فيديو تاني لوحده ازاي نقيس زيت الفتيس، او روح للفني المتخصص بتاعك هو عارف هيعمل ايه. صاحبي اللي مركز معايا ومستني لاخر الفيديو انا عارفك، انت اكيد اللي عربيتك جابت 200,000 كيلو ولسه ما غيرتش زيت الفتيس، وصاحبك اللي قاعد جنبك اشترى عربيه مستعمله وما يعرفش صاحبها كان بيغير لها زيت الفتيس ولا لا،
ومش عارف يوصل له، وساعات ممكن يوصل له ويقول له انا ما اعرفش. تعالى بقى انا هقول لك الخلاصه. اولا لو الفتيس بتاعك DSG او مانيوال فما تقلقش، انت كده كده في الامان. الزيت بتاعه ما بيبقاش عليه هلك، ولو غيرته مش هيحصل مشكله. كل الشغل في الفتايس دي بيبقى على الكلاتشات وعلى الديسك والاسطوانه، فلو انت دول كلاتش وما غيرتش زيت الفتيس اطلع غيره مش هيحصل حاجه. اما بقى لو انت اوتوماتيك عادي او CVT فركز معايا. الفكره كلها في درجه الرايش بتاع الحديد اللي موجود جوه زيت الفتيس، واللي بينتج من احتكاك اجزاء الفتيس ببعضها. فلو الرايش ده كتير، اول ما تنزل الزيت هيترسب جوه البلوف بتاعه الفتيس، واول ما تحط زيت جديد هتبقى خلاص البلوف والمسارات دي كلها اتسدد بالرايش، والفتيس هيبدا يرزع وينتش وهيبوظ بعد اول مشوار. وده شخصيا حصل معايا بالظبط. طب الحل ايه؟ الحل اولا هتروح لفني متخصص يكون فاهم، هيفتح الطبه وينزل كميه صغيره من الزيت ويقيس درجه الرايش اللي فيها، وعلى حسب كميه الرايش ودرجه لون الزيت وريحته هو هيقدر يقرر اذا كان صح تغير الزيت او لا. فلو الرايش قليل مبروك عليك، غير الزيت ومش هيحصل لك مشكله. اما لو الرايش كتير فهنا في حلين. الحل الاول انك تمشي على الفتيس لحد ما يموت ويجيب اخره، ولما تغير الفتيس تبقى تغير له الزيت بزيت جديد ان شاء الله. اما لو انت خايف من موضوع تغيير الفتيس ده او سعره هيبقى غالي عليك، فتعال اقول لك على الحل التاني، والحل ده ساعات بينفع مع ناس كتير بس هو مكلف شويه، بس طبعا اقل من تكلفه تغيير الفتيس بالكامل. هتنزل كيلو زيت وتحط مكانه كيلو تاني، وتكرر العمليه دي كل 100 كيلو تقريبا، بحيث ان الزيت يكون خد دورته بالكامل جوه الفتيس. انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتقلل تركيز الرايش ده تدريجيا جوه الفتيس، وهتفضل تعمل كده لحد ما تيجي تنزل الزيت في مره تلاقيه نازل نظيف تماما. ساعتها هتبقى غيرت زيت الفتيس وما حصلكش المشكله دي، وتبدا تغيره بعد كده بانتظام. الطريقه دي عيبها الوحيد انها بتستهلك زيت كتير، بس ايا كان احسن من ما تخش بدوامه تغيير الفتيس بفتيس تاني استيراد وما تبقاش عارف هو مظبوط ولا لا. في اجهزه بقى متخصصه في تغيير زيت الفتيس، وانا سمعت انها بقت موجوده في السوق دلوقتي بس لسه ما شفتهاش بعيني. الاجهزه دي بتبقى مفيده برضو في الحالات دي، لانها بتغير زيت الفتيس كله بشكل كامل، بتوصل خرطوم داخل وخرطوم خارج للفتيس، وتضغط الزيت من ناحيه تخرجه من الناحيه التانيه، ودي بتغير كميه الزيت اللي موجوده في الفتيس كلها، مش الزيت اللي موجود في الكارتيره بس. واعتقد برضو هتبقى مفيده في حاله ان الرايش يبقى كتير، بدل ما كل شويه تروح للميكانيكي تنزل كيلو وتحط كيلو مكانه، هي هتخلص الموضوع ده كله في مره واحده. بس برضو زي ما قلنا بتستخدم كميه زيت زياده، بس زيت زياده احسن من وقفه فتيس تاني. لو حد بقى عنده الجهاز ده او يعرف حد عنده الجهاز ده يعمل له منشن في الكومنتات، واحنا هنحاول نجيب منه خصم للمتابعين. صديقي المخلص اللي كمل بقى معايا الفيديو للاخر، كمل جميلك باللايك والشير والفولو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس اللي متسوحه ومش عارفه تغير زيت الفتيس ولا تسيبه لحد ما يجيب اخره.